الوحدة مش موت، الوحدة حياة أصدق. كل تجربة بتمر علينا مش صدفة، دي رسالة جديدة للروح بتفتح باب وعي جديد. أنا دينا عامر، ودي رسالة جديدة من رسائل الروح. الوحدة ساعات بتيجي فجأة زي فراغ تقيل بيبلع كل الأصوات اللي حواليك. اللي كانوا معاك اختفوا، واللي كنت بتتكل عليهم مشيوا، وتلاقي نفسك بتسأل هو أنا دلوقتي وحيد؟ الوحدة مش بعدد الناس اللي حواليك، الوحدة الحقيقية إنك تكون بعيد عن نفسك، وإن اللي انت فاكرها أصعب لحظة ممكن تكون في الحقيقة بداية معرفة أعمق. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني في اللحظة اللي هتظن فيها إنك منسي، هو أقرب إليك من كل البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى هنا مش في الصحبة، الغنى في قلب مليان رضا. علم النفس بيشوف إن الوحدة فرصة لإعادة اكتشاف النفس، وإن الوحدة مش جدران وسقف، الوحدة مساحة عشان تسمع فيها صوتك الداخلي بعيد عن دوشة العالم. والفلاسفة قالوا إن الإنسان اللي ما بيعرفش يقعد لوحده ما بيعرفش يقعد مع حد. يمكن دلوقتي انت عايش وحدة تقيلة، بس صدقني الوحدة دي ممكن تكون أكتر وقت بتتعلم فيه إنك مش محتاج تتعلق بأي حد أو أي إيد. الوحدة اللي بتعرفك إنك تكفي نفسك بنفسك، وإن أقوى سند هو يقينك بربنا. الوحدة مش موت، الوحدة حياة أصدق، لأنها اللحظة اللي فيها بتسمع فيها روحك قبل ما تسمع فيها أي صوت تاني.